جدعان انا فكرت في فكره فخمه 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 فخامه الفخمين. ايه بقى الفكره؟ قررت هشرح لكم مسلسل الكيمياء العضويه. مسلسل الكيمياء العضويه، مش شرح الكيمياء العضويه. وما انا اختلف عن غيري في ايه لما انا اطلع اشرح الكيمياء العضويه؟ المسلسل ده هيكون عباره عن حلقات، ان شاء الله استمر على الحلقات دي. ادعوا لي استمر معاكم عشان انزل لكم المنهج على اليوتيوب كله. اللينك في البايو بتاع تيك توك. نزلت لكم الحلقه الاولى، هتلاقوها على اليوتيوب، هتلاقوا مكتوب الحلقه الاولى في الكيمياء العضويه سلمى هلال. روحوا اسمعوا الحلقه الاولى وقولوا لي رايكم فيها ايه. ما تيجوا نحكي قصه المحاضره الاولى في الكيمياء العضويه. مش عارفه الاجواء ليه حاسين ان انا احكي فيلم رعب، بس هو فعلا فيلم رعب جدا، في جزء رعب جدا انتوا هتصدموا منه. ارجوكم بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص، ادري اني ساحب، الوضع ريلاكس. اول حاجه بيقول لك ايه في مقدمه الكيمياء العضويه؟ ان الكيمياء العضويه تسمى كيمياء الكربون. يعني احنا هندرس كل مركبات الكربون. طب يطلعوا قد ايه مركبات عنصر الكربون ده؟ قال لك عندك 10 مليون مركب بس. وانت هتدرس ال 10 مليون مركب. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ لا مش عايزاك تصدم، دول سهلين جدا 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 جدا. خلاص يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الكيمياء العضويه هي كيمياء الكربون. بعد كده عندنا عالم هباد اسمه بريزيليوس. انا شفت واحد بيقول لك ايه ده، هو مش كان في عالم هباد اسمه ارسطو كان كل العلماء ماشيين وراه؟ ده الشيء اخوه كده اسمه ايه؟ اسمه بريزيليوس. المهم بريزيليوس ده قال لك ان المركبات العضويه ما بتتصنعش غير جوه اجسام الكائنات الحيه بقوه خفيه. انت عبيط يا اسطى. محدش يقدر يصنع مركب عضوي خارج جسم الكائنات الحيه. طبعا هنا خدت الصدمه، مخك برضو كده افتكر اللي كان عنده زهايمر، ايه ده؟ طب ما انا خدت في الباب التاني كربونات والبيكربونات، هي دي مركبات عضويه ما بتتصنعش غير جوه جسم الكائنات الحيه. كان في واحد كده معدي سمع بريزيليوس بيقول ايه ده، ما ينفعش نحضر اي مركب عضوي غير جوه جسم الكائنات الحيه بقوه خفيه. قال له يا عم ما تبطل هبد بقى، انا اقدر احضر لك مركب عضوي في المعمل عندي. قال له ازاي يعني الكلام ده؟ طب وريني، لو طلعت مركب عضوي في المعمل انا هديك مليون جنيه. المهم طبعا فهلر راح قال ده مليون جنيه لازم اقعد احضر المركب. المهم راح جاب ايه؟ راح جاب كلوريد امونيوم وسيانات فضه، فعلهم مع بعض. روح المفاجاه بقى ايه؟ تخيل المفاجاه طلعت سيانات امونيوم وكلوريد فضه. واحد برضو افتكر قال لي ايه ده، احنا خدنا كلوريد الفضه ده في الباب التاني ان هو كان راسب ابيض وبيتاثر بالضوء وبيقلب بنفسجي. بالظبط كده، بس طلع عندي ايه؟ سيانات امونيوم. المهم فهلر لما عمل التجربه دي طلع له سيانات امونيوم وكلوريد فضه. السيانات الامونيوم مركب غير عضوي وكلوريد الفضه مركب غير عضوي. فولر قعد مع نفسه قال ايه ده، هو بريزيليوس هيكسبني؟ دي حاجه مستحيله، انا ما حدش يكسبني، انا هقوم اكل وبعد كده ارجع اشوف الموضوع ده تاني. المهم بيسخن الاكل عشان ياكل، جعان عشان يقدر يفكر بقى، راح مسخن سيانات الالمونيوم بالغلط، جت معاه صدفه. المهم ايه المفاجاه الكبرى؟ اتحولت السيانات الالمونيوم ليوريا. طبعا يوريا ده مركب عضوي اللي هو يسمى بولينا. هو مش بول الثدييات، هو احد مركبات بول الثدييات، عشان بس الناس تقول لك هو بول الثدييات هو البولينا، لا هو احد مركبات بول الثدييات. طبعا هنا بقى ايه؟ بريزيليوس جات له الصدمه، جات له سكته قلبيه، مات. قال ايه ده فهلر حضر مركب عضوي في المعمل. بص ايدك شجاعة شباب، يعني هو مش بيحضر بقوه خفيه؟ طبعا هنا بريزيليوس جات له الصدمه، جات له سكته قلبيه ومات. طبعا هنا بقى فهلر فتح الباب للعلماء، وكل عالم بقى عايز يعمل نفسه عالم يحط اسمه. انا حتى ذات نفسي ما حضرت مركبات عضويه معاهم عشان يذكر اسمي. قعدوا بقى يحضروا مركبات عضويه لحد ما كونا 10 مليون مركب عضوي. انتوا متخيلين 10 مليون مركب عضوي من الكربون بس؟ انا صدمت يعني كل عناصر بتعمل نص مليون مركب، والكربون بس لوحده بجبروته بيعمل 10 مليون مركب. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ يعني احنا دلوقتي لو قلنا نسبه المركبات العضويه الى نسبه المركبات غير عضويه هتطلع نسبه 20 الى 1. بالظبط كده. المهم واحد ساله كده قال له معلش بس يا انكل فهلر، ممكن اسالك هو ليه الكربون بيقدر يكون 10 مليون مركب؟ ده كتير قوي، اشمعنى المركبات التانية ما بتعملش زيه؟ قال له اصل الكربون بيقدر يرتبط مع نفسه ومع الذرات التانية بروابط احاديه وثنائيه وثلاثيه. واحد قاعد بيفتي اخو العالم بريزيليوس برضو وعالم ارسطو بيقول لك ورابط رباعيه يا غبي حبيبي اساسيه زيطه ورابط خماسيه وسداسيه. واحنا بنغني اغنيه 1 2 3 4 5 6 7 8. لا مش هي بس عندنا 3 روابط، احاديه ثنائيه ثلاثيه. تمام، هبشرح لكم بعدين ليه، بس ده مش وقته. وكمان يعني كمان بيرتبط معاهم بروابط كده. وكمان بيعمل ايه بقى؟ بيكون سلاسل مستمره وسلاسل متفرعه وحلقات متجانسه وحلقات غير متجانسه. كل ده كان بيعمله. والله. طب ايه بقى السلاسل المستمره والسلاسل الغير مستمره؟ دلوقتي انا عندي دي ذره كربون مرتبطه بذره كربون مرتبطه بذره كربون كده، دي سلسله مستمره. طب انا عملتها كده، واحد قال لك سلسله متفرعه، لكن جنب العالم بريزيليوس انا هقعد النهارده ازيلك بالعالم بريزيليوس طول المحاضره. دي برضو سلسله مستمره. انا عندي سلسله مستمره تنيتها كده بقت سلسله مستمره. طيب عملتها كده سلسله مستمره. طيب عملتها التاني معايا عملتها كده موجه سلسله مستمره. طب انا جبت دلوقتي السلسله دي
رحت خليتها ترتبط بذره الكربون من هنا. دي كده اسمها ايه؟ دي اسمها سلسله متفرعه. ان انا دلوقتي عندي كل ذرات الكربون مرتبطه اهي، رحت ممسكاها هوب في الذره الوسطى او ايا كان، هبشرح لكم بعدين التسميه، بذره كربون. بقى دلوقتي عندي ايه؟ بقى دلوقتي عندي سلسله متفرعه. طب ايه هي الحلقات؟ طيب الحلقه ايه هي الفرق بين الحلقه المتجانسه والحلقه الغير متجانسه؟ عشان تعرف اصلا حلقه لازم ابدا بثلاث ذرات كربون. يعني دلوقتي معايا دي ذره كربون ودي ذره كربون، هعمل لها كده، دي مش حلقه، دي مش حلقه حضرتك، لازم الحلقه على الاقل تبقى ثلاث ذرات كربون. يعني دلوقتي اهو دي ذره كربون، دي ذره كربون، ماسكه لي في ذره كربون كده، دي حلقه. الحلقه المتجانسه ان كل الزوايا دي كلها ذره كربون، دي كربون، دي كربونايه، دي كربونايه، يبقى كده عندي 3 ذرات كربون. طيب امتى تكون غير متجانسه؟ لو انا جبت كربونايه مع كربونايه مع ذره نيتروجين، او كربونايه مع اكسجين. تمام؟ اوكي. دي كده الفرق ما بين الحلقه المتجانسه والحلقه الغير متجانسه. طب عشان نعرف برده شويه اساسيات، طيب شويه اساسيات تاني لازم تعرف التكافؤات. قال لك الكربون تكافؤ رباعي، والكلور والفلور والبروم والهيدروجين تكافؤهم احادي، وقال لك الاكسجين تكافؤ ثنائي، والنيتروجين تكافؤ ثلاثي. طيب الواحد بيقول لي ايه ده؟ ايه اهميه التكافؤات اصلا؟ طب ما حضرتك التكافؤات دي هي الروابط. يعني عندك الكربون لما بيجي يعمل رابطه احاديه لازم يمسك بثلاث ذرات هيدروجين. طب عمل رابطه ثنائيه لازم يمسك بذرتين هيدروجين. وعمل رابطه ثلاثيه لازم يمسك بذره هيدروجين. يبقى هو لازم يكون متحوط كده باربع روابط، لازم جنبيره باربع روابط. تمام؟ ان شاء الله احاول انزل لكم شرح الكيمياء العضويه كلها على اليوتيوب بصوره حدوته كده، بحيث انت تذاكر الدرس وتيجي تسمع الحدوته تلاقي نفسك ربطت كل حاجه وفهمت كل حاجه. بقى تعملوا فول اليوتيوب عشان يوصل 15000.